أهلا بكم في مقدمة دلائل إيمانيات المسيحية. يا ترى هل الإيمان المسيحي إيمان أعمى؟ وهل لما المسيح قال لتوما يا بخت اللي آمنوا بدون ما يشوفوا كان ده للتشجيع على الإيمان الأعمى؟ وهل ممكن الواحد يكون عنده إيمان أعمى ضد الحقيقة؟ وإزاي يكون عندنا إيمان مؤكد عن المستقبل؟ وهل في حاجات حصلت في الماضي متأكدين منها وبنعتمد عليها في إيماننا بالمستقبل؟ وإزاي نثبتها وإحنا مستحيل نرجع عجلة الزمن عشان نشوف بعينينا اللي حصل في الماضي؟ وإيه الأدلة القوية اللي ممكن تتأكد لينا الأحداث سواء حصلت امبارح أو في القرن اللي فات أو حتى من آلاف السنين؟ وهل في إثباتات علمية ومنطقية وتاريخية يأكدوا إيماننا؟ وهل في شهود عيان ليهم مصداقية؟ وإيه هي مثلا دلائل وجود الخالق؟ ودلائل صحة الكتاب المقدس؟ ودلائل قيامة يسوع؟ ودلائل ألوهية المسيح؟ ودلائل الثالوث؟ ودلائل الميلاد العذراوي أو الحبل العذراوي؟ ودلائل المعجزات؟ ودلائل الطوفان؟ وإزاي العلم ضد النشوء والارتقاء؟ وإزاي نقارن مع باقي الأديان الكتيرة؟ وإيه هو الإلحاد ونقط ضعفه؟ وليه الله غير مرئي؟ وليه ما بيوقفش الشر والألم إذا كان هو صالح وقادر؟ وأسئلة أكتر من كده بكتير بنناقشها في الكورس ده. فافتكر احتفظ بالفيديو وشاركه مع أصحابك.